السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله زي ما عودت حضراتكم، انا اسف جدا لان عندي الفيديوهات هتبقى مختلفة عن كل فيديو انا بجيبه بعرضه عندي، ولكن انا ما عنديش مكان ولا في المخزن ولا في شقتي ولا قدام بيتي، ولكن انا بعد كده هحاول اغير من اداء الفيديوهات بالنسبة اللي انا الحاجة هعرضها عند اي انسان يتواصل معايا عن طريق القناة بالنسبة للمتابعين او عن طريق اي شيء يجي لي من خلاله، بمعنى ان الحاجة بفضل الله انا من هنا ورايح اعرضها عند انسان اللي هيتصل بيا بالنسبه للعميل. طب في عميله او اخت اتصلت بيا خاصه بقناه اليوتيوب متابعه معايا على اليوتيوب، قالت لي يا استاذ مصطفى انا عندي بعض المتعلقات او بعض المحتويات عايزه ابيعها لحضرتك، عباره عن ايه؟ طبعا انا هدي لحضراتكم الفكره الحاجه المتواجده واصور عندها الحاجه في المنزل او في مكان سكنها، وبعد كده اعرضها عندكم للبيع. طب الحاجه اللي هي وصفتها لي وشرحتها لي وبعتت لي ليها صور على الواتس عباره عن غساله سامسونج فوق اوتوماتيك 8 كيلو، وعباره عن مكنسه، وعباره عن ريسيفر، وعباره عن مروحه فريش، وفي بعض المتعلقات وانا لسه في الطريق وهبص على الحاجه المتواجده عندها. وده حاليا انا دخلت المكان اللي هي ساكنه فيه ولكن فاضل 4 كيلو، ولكن انا قلت الاول ادي مقدمه لحضراتكم على اساس ان انا بعد كده لما اوصل عندها اصور لكم الحاجه من داخل المنزل او من داخل مكان سكنها، وهقول لحضراتكم الفلوس اللي انا هعرضها بعد كده على المنتج او الحاجه اللي انا هشتريها منها. طب الحاجه اللي انا هشتريها منها عباره عن ايه؟ اولا الغساله السامسونج الفوق اوتوماتيك ال 8 كيلو، هي اتكلمت معايا بالنسبه للسعر وانا وصلتها ل 1500 جنيه، هيبقى مكسبي عليها 200 جنيه، يعني الغساله تبقى ب 1700 جنيه سامسونج 8 كيلو فوق اوتوماتيك. طب الغساله فيها اي مشكله؟ قالت لي حله الحوض الغسيل شغاله كويس والعصر شغال كويس، ولكن فيها بعض التصفير البسيط بالنسبه لما بتيجي تقف الغساله. طبعا انا هشغلها امام حضراتكم واشغل البرنامج بتاعها واشوف الغساله هل فيها حاجه ولا ما فيهاش حاجه، ولكن انا هعرضها ب 1700 جنيه وان شاء الله مش هلاقي فيها حاجه، والغساله فوق اوتوماتيك. دي رقم واحد. رقم اتنين عندي رسيفر بيشتغل الحجم الكبير، قالت لي شغال كويس وانا هعرضه مع حضراتكم، وهي انا تواصلت معاها وخلصت معاها الرسيفر على 100 جنيه وانا هضيف عليه 50 جنيه بعزف الرسيفر 150 جنيه. طب بالنسبه للمروحه، المروحه نوعها فريش 18 بوصه وانا خلصت معاها ب 300 جنيه وعايز فيها 100 جنيه، يبقى كده عايز فيها 400 جنيه ومكسبي 100 جنيه لان انا خلصتها ب 300 جنيه. دي بالنسبه للمروحه. المروحه فيها اي حاجه؟ قالت لي يا استاذ مصطفى الدماغ بس بتاعتها البلاستيكيه مكسوره. طب البلاستيكيه دي بتتباع ب 70 جنيه، يعني اللي حابب ياخد مني المروحه ب 400 جنيه ويجيب البلاستيكيه ب 70 جنيه ماشي، حابب ان انا اقفلها له واعرضها له ب 500 جنيه برده مفيش اي مشكله. وعندها مكنسه لسه ما خلصتش في سعرها، ولكن ان شاء الله هنشوف كده المتعلقات اللي عندها عباره عن ايه وسعرها كام، وان شاء الله اتكلم معاكم بالنسبه للاسعار والاوصاف، وان شاء الله نتوكل على الله ونصور الحاجه داخل مسكنها. بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله وصلنا للمكان اللي احنا هنشتري منه السلع او المنتجات اللي انا هعرضها لحضراتكم باذن الله. ان شاء الله بالنسبه للغساله اللي انا شرحتها ووصفتها لحضراتكم، ادي النوع بتاعها وادي شكل الغساله. طبعا الغساله بفضل الله انا شايف البودي بتاعها شافه كويس، يعني من الوش ومن الخلف ومن الجناب انا شايفها كويسه بفضل الله شكليا. طبعا انا هجرب البورده امام حضراتكم. وبالنسبه للغطا العلوي في مشكله. ايه هي المشكله بتاع الغطا؟ عندي الغطا منفصل، ادي جزء اهو لوحده وادي الجزء الثاني لوحده. هل ده يعيبها؟ لا ما يعيبهاش. يركب مفيش اي مشكله. وادي شكل الحله من الداخل اهي. طبعا عندي الغساله دي 8 كيلو على كلام الاخت اللي قالت لي، لكن انا مش شايف ال 8 كيلو مكتوبه على الغساله ولسه انا ما شفتهاش وما فلتش في الغساله، يعني اللي انا اوصلها لحضراتكم كويس بالصوره العامه. عندي هنا طبعا انا هشغلها وهفرج حضراتكم عليه. عندي هنا انا هشغل الباور، ده زرار الباور اهو كده يعني شغلت البورده. طب انا عايز اشوف في زراير عندي بتعلق من الاربع زراير دول بالنسبه للبورده. هشغل ادي الزرار، هنيجي هنا اهو اشوف الدنيا معاه شغاله. دي شغال كويس اهو لو حضراتكم سامعين الصوت. عنده الزرار الثاني اهو شغال 200% ما فيهوش اي مشكله. الزرار الثالث شغال اهو برده ما فيهوش اي مشكله. الرابع اهو ما فيهوش اي مشكله. كده انا بجرب الغساله، اما اجرب الزرار ده نفس النظام ما فيهوش اي مشكله. طب هاجي عندي هقفل الباور عندي اهو قفلت. طب انا عايز اجرب عندي الحوض الخاص بالغساله. عندنا افتح الباور اهو كده فتحت الباور. هاجي اشغل هنا. طبعا جبت هنا عندي بسم الله، هبتدي اللي انا اجيبها على 9
بس انا بجرب الزرار بشوف بيعلق ولا لا. كده انا تمام. هبتدي ان انا ادي امر بالتشغيل، اشوف العصاره عندي كده هتشتغل ولا لا. كده عندي في صوت عندي اثناء التشغيل، وهتبتدي الحله تقوم معايا بالنسبه للعصر وهتشتغل معايا. طبعا انا لو حبيت اسحب ميه كده بتطرد ميه، يعني الطرمبه عندي كده اشتغلت بتاعه طرد الميه، فان شاء الله كده هتبتدي اللي هي تقوم معايا وهتشتغل. اول ما بفضل كده قامت اهي. دي العصاره زي ما ظهر كده امام حضراتكم. كده انا بوضح لحضراتكم كل حاجه بالتفصيل. وانا عندي العميل كده اهي شغاله على 6، المفروض بتفضل تنزل في الدرجات الخاصه بالبورده، وبعد كده بتبتدي اللي هي تشتغل. كده شغال معايا، انا شايف العصر شايفه شغال 100 100. في صوت اثناء العصر؟ ما فيش صوت ولا في اي حاجه. في اي مشكله اثناء العصر؟ ما فيش اي مشكله. كده هتبتدي اللي هي تاخد الدوره كامله وتنزل خالص لحد ما توصل لزيرو، وبعد كده العصاره تقف معايا وتبقى ادت الخدمه بتاعتي. طب عندي هنا انا هقفل الباور اهو كده. انا قفلت. اسمعوا الصوت ده، ده الصوت اللي فيها اللي الاخت قالت لي عليه. دي طبعا انا خلصتها بكام؟ خلصتها ب 1000 ونص. ادي الفلوس اهي، ولسه هسلمها للاخت. 1000 ونص معايا اهو، لسه هسلمهم للاخت. وبعد كده ان شاء الله ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 ادي 5 ادي 200 وادي كمان 200 وادي 100، عشان الناس بس تبقى مقتنعه معايا، لان انا بتعب نفسيا، بفضل احلف للناس وبفضل اقول يا جدعان انا مكسبي بسيط في الحاجه اللي انا بشتريها. دي رقم 1 بالنسبه للغساله. طب الحاجه الثانيه، عندي هنا مروحه وعندي هنا مكنسه. المكنسه دي انا طبعا هي 1800 واط. طبعا النوع بتاعها مكتوب عليه ميدن ان جيرماني يعني الماني. طيب دي انا اتكلمت مع الاخت عايزه فيها كام؟ عايزه فيها 1500 جنيه. هي واقفه سامعاني، بس انا مش عايزه تطلع بوشها في كاميرا الهاتف. والله هي سامعاني، عايزه تتكلم بصوتها انا مفيش مشكله، مش عايزه تتكلم برضو حاجه ترجع لها. أيوة. فهي بكام يا ست الكل؟ تعالي قربي كده، قربي صوتك هيطلع. طب قربي. انا طالبه فيها 1500 لان المكانس دلوقتي عامله 4000 و5000. طب انت معلش هي كده عايزه فيها 1500 جنيه. فانا طبعا 1500 جنيه انا قلت لها لا هي كتير، لان انا بعرض عندي المكانس بسعر بسيط جدا وبسعر متوسط جدا. فانا طبعا ما وافقتش وكلمتها في 500 جنيه. اللي عايز المكنسه دي قالت لي انا همشيها لك ب 1300 جنيه. اللي عايز المكنسه دي يتصل بيها وانا اجيبها له. عندي المروحه يفرش. طبعا انا الصوره اللي جات لي على الواتس غير الحقيقه. عندي طبعا هي صورت لي صوره لمروحه 100 100 ووريتها لي. بعد ما قالت لي 300 جنيه جيت لقيت المنظر بتاع المروحه ده. هل هي فيها مشكله؟ هي ما فيهاش مشكله، هي فريش. ادي المروحه اهي، هو اللي باظ فيها الراس بتاعتها، لان هي الصوره اللي جات لي بتاعت مروحه ثانيه. ادي شكل المروحه اهي فريش اهي. طبعا المفروض ان هي بتتحط كده. دي انا عملتها لها ب 300 جنيه، ولكن هي عايزه البلاستيكادي، وهي فعلا البلاستيكادي على ما اظن تخش في 70 او في 120 جنيه. طبعا دي الشكل وهي شغاله. انا جربتها لقيتها شغاله، وانا كلمتها في 300 وهي وافقت، واتكلمت ان انا اخد من حضراتكم 100 جنيه مكسبها. ولكن انا حاولت ان انا اخفض في المروحه عشان توصل لكم انتوا برده بسعر اقل، تبقى سعرها قلت لها ب 200 وانا برده هبيعها ب 100 يبقى 300، ولكن هي قالت لي انا عايزه 300 وانت اطلع لك ال 100 يبقى كده 400. ادي الغساله ان شاء الله انا خدتها بال 1000 ونص، واللي عايزها انا هبيعها ب 1700 جنيه. طبعا انا هرجع اتفاوض مع الاخت، هقفل مع حضراتكم كاميرا الهاتف وهتفاوض معاها برده في المروحه واشوف الدنيا هترسى على ايه، وهتفاوض معاها في المكنسه، وربنا يجعل لكم نصيب معايا في كل الاشياء اللي انا ببيعها ان شاء الله. بعد التفاوض نزلت لي من المكنسه 300 جنيه بقى سعرها 1000 جنيه، وانا برده ما وافقتش اخدها، قلت لها ب 500. قالت لي لا طب نزود 100 مع حضراتكم دلوقتي، لسه ال 100 دي جديده اهي، ناخدها ب 600 يا ست الكل؟ لا قالت لي لا برضه. خلاص كده ان شاء الله ربنا رزقني بالغساله والحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل ان شاء الله. طبعا بعد مجادله مع اختي الكبيره انا خدت الحاجات خلاص، خدت المكنسه وخدت المروحه، والغساله هي نزلت اهي. الغساله كده نزلت بعد ما ربطتها عندي على المكنه. قالت لي يا مصطفى انا مش هزعلك وتعالى خدهم. خدت المكنسه بكام؟ الفلوس اهي في ايدي اهي، الفلوس في ايدي اهي. انا ليه بعمل اللقطه بتاع الفلوس دي؟ عشان انتوا بتتعبوني بصراحه، بتتعبوني بالحلفان ومحدش بيصدق حد خالص. فانا خدت المكنسه دي ب 600 جنيه وخدت المروحه دي ب 250 جنيه. المكنسه انا عايز فيها 100 جنيه مكسب يبقى كده 700 جنيه. المروحه انا ب 250 عايز فيها 100 جنيه يبقى كده 350 جنيه المروحه، وانا كده عند وعدي وما خلفتش معاكم الوعد. عندي ادي الفلوس اهي، ادي ال 250 بتوع المروحه دول 600 اهم، ادي ال 600 اهم دول 600 اهم، 600 بتوع المكنسه، وادي ال 250 بتوع المروحه.
فان شاء الله انا كده لازم كنت اعمل كده مع حضراتكم عشان انتوا بتتعبوني نفسيا وصحيا وجسديا وعقلانيا، ومحدش عايز يبقى فيه ثقه لما اقول لكم الحاجه دي بكذا، محدش يضايقني ومحدش يتعبني. على فكره المشوار اللي انا جيته ده والله العظيم 35 كيلو، فاظن انا كده مطلع حاجه بسيطه حق مشواري بس. ان شاء الله يما انا واخد منك المكنسه بكام بما يرضي الله؟ والله بأمانة الله أقسم بالله ب 600 جنيه. واخد منك المروحه بكام؟ المروحة بأمانة الله أقسم بالله ب 250. اظن كده الرساله وصلت لحضراتكم. ان شاء الله تم البيع وتم الشراء مني، يعني الاخت باعت وانا اشتريت، ولكن انا حبيت ان انا انزل من سعر المكنسه والمروحه، مش ببخسها، ولكن انا الحاجه بما يرضي الله ورسوله، لان انا حابب اوصلها لكم بما يرضي الله ورسوله. وانا المقياس بتاعي في البيع والشراء على المنتجات اللي انا بعرضها لحضراتكم على قناه اليوتيوب. ولكن انا النهارده عشان اوصل لحضراتكم الغساله بال 1700 جنيه، انا اللي انا جربته زي ما انتم ما شفتوا، عشان ما حدش يقول لي يا استاذ مصطفى ترمبه العصر فيها اي مشكله، يا استاذ مصطفى ترمبه الطرد فيها اي مشكله، يا استاذ مصطفى الغساله فيها ديربوكس. انا ما اعرفش كل الملاحظات اللي انتوا هتكلموني فيها، انا هبيع زي ما اشتريت. انا اللي انا جربته البورده وجربت حله العصر، ولكن الغساله طالما عصرت معايا يبقى اكيد الموتور 10 على 10. فاللي حابب ان انا اعرف له مشكلتها ايه واوصلها له بالسعر بعد اضافه التصليح مفيش مشكله بالنسبه لي. والمروحه نفس النظام، اللي عايزها على هذه الوضعيه وهذا السعر مفيش اي مشكله بال 350 جنيه، وهو يصلحها يجيب لها الرقبه مفيش اي مشكله. حابب ان انا اصلحها له واوصلها له بالسعر بعد اضافه الرقبه مفيش اي مشكله. واللي حابب ياخد المكنسه انا اشتريتها ب 600 وعايز فيها 700، وطبعا انا فرجت لحضراتكم على الحاجه بدون اي تدليس في المعلومات. فباذن الله بالنسبه للرسيفر انا ما خدتوش، لان قالت لي جوزها قال لها لا خلاص احنا هنخلي الرسيفر ما فيهوش اي مشكله. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي. طبعا بالنسبه للحاجه اللي انا عارضها انا محملها على المكنه خلفي مباشره، انا هفرج لحضراتكم وانا محمل الحاجه معايا ان شاء الله زي ما ظهر امام حضراتكم. انا محمل الحاجه معايا على المكنه، فادعوا لي ان شاء الله ان انا اوصل بخير وسلام. بسم الله توكلنا على الله ونكمل بفضل الله ونختم مع حضراتكم الفيديو. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، واللي عايز اي شيء يتواصل معايا عن طريق الهاتف. وبالنسبه لرقم الهاتف 03 وحايد 33 76 71 8. وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. وان شاء الله ربنا يجعل لكم معايا نصيب في كل المحتويات او السلع اللي انا بشتريها، وبحاول بقدر المستطاع ان انا اوصلها لحضراتكم بسعر قيم وبسعر بما يرضي الله ورسوله. ان شاء الله انا في متابعين كتيره بيتصلوا بيا، ولكن بيبقى في معاناه منهم معايا في الاتصال، وبيبقى صعب ان انا اروح لهم لان ما عنديش مكان اللي انا احط فيه الحاجه اللي انا بشتريها. فبفضل الله لقاء قادم مع بيعه ثانيه ومع متابع ثاني، فاسال الله عز وجل ان يجعل لكم معايا رزق ونصيب. فالحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.